السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير كويسين. النهارده نعمل اكلة سمك كده حلوة كده ايه، معتبرة وسهلة وبسيطة ومفيهاش اي افتكاسات ولا فيها اي مشكلة. وتنظيف البوري بردك هنعمله وهنضفه تنظيفة كويسة، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. وانا هنضف البوري كله، انا عملت فيديو كذا مرة على التنظيف وايه، ونضفته كذا مرة على القناة. لو عايزين تشوفوا طريقة التنظيف بتاعته ازاي خش على القناة. وطبعا مش صعب يعني ولا افتكاسات زي اي تنظيف، بس انا احب انضف حاجتي في بيتي وايه واظبطها انا بايديا. حتى لو بجيب من عند راجل متنضف انا بردك ايه بعيد عليه تنظيف تاني. انا هنضفه واشيل الشوك بتاعه ده كله، وايه نرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. قبل ما نبدأ طبعا صلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وندوس لايك ونعمل اشتراك لو انتوا على اليوتيوب على مطبخ ام كريم. لو انتوا على الفيس طبخة سهلة مع شيماء اعملوا متابعة ودوسوا لايك وقلب حلو منكم كده ايه، ولايك على الصفحة. ده طبعا ايه كده بعد ما نضفته وخلصته خالص قلت بقى ايه املحه. سبته في المصفى يتصفى من المية بتاعته، واملحه بدأ جوه الحوض عشان ما ينزلش اي مية اي حاجة كده تنزل كده ولا كده، يبقى ايه جوه الحوض المية تنزل منه في الحوض، ما وسخش الدنيا في الرخامة والكلام ده. انا كده بملحه عشان اما اجي احشيه او اعمله مقلي او اعمله في الفرن زيت وليمون. انا النهارده اعمله ايه، انا هعمله زيت وليمون ماشي. صليتوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا هعمله النهارده ايه زيت وليمون، سهل جدا وبسيط وما ياخدش معاكي وقت خالص، واسهل اسهل من اي سمك ممكن تعمليه. مبياخدش وقت في الفرن خالص وجميل وطازة ولحمه جميل جدا، مش سمك متلج يعني سمك طازة. انا بدك ايه هشقه كده ايه حتت من اللحم كده عشان يطعم متبل من كل حتة، عشان تخش تطعيمة. فين السكينة دي باردة عايزة اغيرها تلمع، عايزة بس اننا كلها بس بتتعمل ازاي هتعورني. انا هجيب سكينة تانية اغيرها عشان السكينة دي هتعور ايدي. انا ده كملها شق كده بس ايه، بس هتعورني خير بيتك. انا هغيرها بس ايه بعد ما اعذب نفسي الاول، لازم اتعذب الاول عشان اغير السكينة. لازم اقعد اوجع قلبي كده لحد ما اغير السكينة. مالها دي مالها اشتكت في ايه دي تاني، عايزين السن كله شق كده في السمكية. بسم الله ما شاء الله. لما كنت عامله بطاطس جنبها باخد طبعا بطاطس ابني فضهولي عشان دخل في الحوار ليه مش عارفه. قطع كده بس ايه تقطيعه صغيره كده بس تدي منظر وتدي ايه تطعيمه حلوه جوه السمكيه ذات نفسها. انا مش هقطع من جنبين، هقطع من جنب واحد بس اللي انا ايه يعني كده عشان دي كانت تلمع عليك السكينه. اشوف التانية كانت تلمع معاها، لا خلاص كده. انا ملحتهم وهسيبها شويه تتملح احضر بقى الخلطه بتاعتنا ان انا هحشيها جواها عشان اطعم السمكه اكتر واكتر. ممكن احطها كده عادي، ممكن احط لها تومه، احط لها حشوه اللي انت ريحك اعمليه. انا مش هحط حشوات كتير يعني. جبنه خضره شبت وبقدونس وكزبره قطعناهم، معانا بصلايه. لازم تدي الحاجه طعمها حلو وتاكلي كده الحاجه بطعم كده ايه يفتح النفس كده. ومعانا طماطميتين قطعتهم بيضك. صليتوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. معانا فلفل حامي بارد اللي يريحك، بس احنا بنحب الحامي ده حامي على بارد يعني مش اتنين مع بعض، يعني حميانه يعني ايه خفيف ماشي. دي الحشوه دي هزوق بيها السمكه من بره وهحطها بدك من جواها. اللحم بتاع السمكه يتشرب منها ويدينا تطعيمه حلوه كده. بدك ايه زي السنجاري بس مقفول، زي السنجاري بس ايه مقفول. طبعا السنجاري بيسبكوا الصلصه ويحطوها ايه يلحسوها كده على وش السمكيه ويفتحوها من الظهر. طبعا هنتبلها ملح وقطع يوسف شطه وكمون. لو انت عايزه شطه حطي، مش عايزه ما تحطيش.
لكن أنا مش هحط عشان الفلفل كفايه قوي معايا. نحط بقى ايه كمون، السمك روحه الكمون. نقلب بقى تقريبا حلوه كده. ندخل بقى ايه الخلطه الحلوه دي، هتطعم لك السمكه وتخلي لحمها جوه طعمه جميل، ما تبطليش كده تاكلي منه. عايز تضيفيها مش عايز تضيفيها يبقى تحطي تومه عليها خل وملح وليمون، ودعكي بقى السمكية من جوه وبره، وحطي في الفراغات اللي هي عندك دي وتحطيها في الفرن على طول، وخلاص كده بقى زيت وليمون. بس دي ايه اضافات انا بزودها، عشان يوسف وقت تسمع على قدك. و نسيتني بقول ايه. نحط بقى ايه التتبيله دي تنكه معاكي زياده، يعني دي اضافه مني انا بحطها ليا انا. انت لو انت عايزه تشيلي كل الفرح ده وتحطي تومه صغيره مع خل وليمون وشطه وكمون وملح وعادي كده، دقه اللي هي التومه العاديه بتاعتنا، تحطيها جوه السمكيه وتحطيها على الفرن وتحطي لها رشه ليمون كده، ايه شرايح ليمون كده على وش السمكيه وزيت وخلاص كده وشكرا. ده زيت الليمون اللي بيتعمل. لكن انا بحب ايه اخلي النكهه تبقى احلى واحلى. ادي الليمون اللي هنا هحطه على وشها، وهنشوف مع بعض همشيه ازاي. وهنحضر بقى ايه الحشوه بتاعتنا بقى، ونحط شويه زيت كده على الارضيه عشان ما تلزقش مني. ونجيب بقى السمكيه نحشيها، نجيب بقى السمكه كده حبه حبه كده جنبنا، وهنحشي كده بقى ايه السمكيه. كل الحشوات اللي انت تحطيها عندك عايز تحطيها زي ما قلت لك تومه وليمون وبس اللي يريحك. بس انا احب ازود ايه السمك يبقى ليه طعم ايه مختلف. ونحشي كل السمك اللي جواه كده، ده كل دوت هيدوب وينزل طعمه جوه لحم السمكيه ذات نفسها. كل السمك الحشو اللي جواه ده هيدوب، بصل والطماطم والخضره والشبت هيتحط كده ايه جواه، يدوب كده جواه، ينزل ايه كل النكهه بتاعته جوه السمكيه لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا. وبرضك بدل ما تعملي سلطه طلعي السلطه ديت المستويه دايبه دوب كده وتاخدي طعم السمكه البوري ده، تحطيها برضك ايه مع الرز وما تعملي السلطه تاني. شوفي بقى دي طعم جمال السلطه دي تبقى عامله ازاي جواه، طعمها جميل جدا. ونجربيها، لو عجبتك اعملي لي ايه لايك، لو عجبك الفيديو بتاع السمك اعملي متابعه برضك ايه لاختك حبيبتك برضك. صلينا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. ونمسك ايه بقيه الخلطه كلها كده ايه نطعم بيها السمك بقى وحلاوته كده بقى ايه على الوش كده. نخش بقى ايه على الفرن بقى، ندي بقى الزيت وندي بقى الليمون، ندي بقى الزيت كده ونحط كده شرايح الليمون كده ايه على الحتت اللي احنا فتحناها، نحطها كده ايه مع بعض، نقصها كده ايه في الفتحات تطعم معاكي السمكية، تديكي تطعيمة جميلة كده ايه. ظبطناها. رشة الزيت بقى، كل دي اضافات تحطيها لاي سمك انت بتحبيه. دخلي الفرن شايفين كده جميلة 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 بسم الله ما شاء الله. ده كده لسه نية، هندخل بقى الفرن نشوف الجمال كله بقى ايه لما يطلع. شايفين كده الجمال، احلى طاجن سمك بالزيت والليمون وشويه الحبشتكنات اللي حطيناهم دي تطعم معاكي الطعم الزياده. نحط بقى الليمون بقى والزيت على الفرن بقى ايه كنت مسخناها شويه وعينك عليه ما تسرحيش عنه وتسيبيه ربع ساعه يكون خلاص استوى معاكي وجهز. جميل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميل جميل جميل.
كده بعد ما طلعناه بقى من الفرن بقى، يلا بينا على الفرن. طلع بقى الفرن. شايفين الجمال؟ جميل، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحاجة ما تكوني مزودة طعمها ومحبشاها تاكلي منها ما تبطليش. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو انا بنزله جديد، وخشي على الفيس طبخة سهلة مع شيماء واعملي متابعة. اشوفكم على خير والسلام ورحمة الله وبركاته. باي.